السلام عليكم يا ثالثه ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. تعالوا النهارده اتكلم عن شهر 3. بما ان انا بدات في شهر 3 فالشهر ده بقى لعبتي. تعالى اقول لك انا عملت ايه في الشهر ده. وعايزه اقول لك برده ان حصل لي دروبات برده في الشهر ذات نفسه. يعني انا حتى بعد ما الحمد لله بدات شويه استوعب الدروب اللي حصل لي. كان بيحصل برده شويه حاجات كده في الشهر وانت ماشي عادي، ده شيء طبيعي. فانت بس ما تفتكرش ان كل الايام الجايه لو انت بدات جد فعلا الايام الجايه كلها هتبقى ايه وردي قدامك. لا، مش هتلاقي الكلام ده خالص. فانا هقول لكم انا عملت ايه، وعايزه اقول لكم ان انا هرد على اسئلتكم. تمام، لان انا عملت الفيديو ده 100000 مره، فانا النهارده هرد على اسئلتكم بقى. اول سؤال، انا كنت بسمع مين او كنت بذاكر منين او انا بروح سنتر ولا بروح لاين؟ عايزه اقول لكم ان انا ولا مره رحت سنتر في حياتي. اوكي، ولا مره خدت دروس ولا مجاميع ولا حاجات برايفت. المره الوحيده اللي خدت فيها كانت في ثالثه اعدادي الترم الثاني عربي. تمام، دي المره الوحيده ان انا كنت باخد فيها دروس في ثالثه اعدادي، كانت عربي والترم الثاني، ودي الماده الوحيده ان انا غلطت فيها. انا مقفله كل المواد ما عدا العربي. تمام، فانا لا خلاص، انا كنت باخد دروس سنتر، كنت باخد اونلاين ولا كنت باخد اونلاين برده. ممكن اخر السنه كان في كام مدرس خدت معاه مراجعه نهائيه، وهو معسكر تلتين المنهج بتاع الدكتور احمد الجوهري. غير كده كان كله يوتيوب. وغير كده برده ان انا كنت بعتمد على نفسي بشكل اكبر بكتير. طبعا معتمد على ربنا سبحانه وتعالى، ده كده كده. بس قصدي يعني في موضوع المذاكره ان انا مثلا في درس انا كده ذاكره وفهمته خلاص قشطه، يعني ليه اقعد اضيع وقتي؟ المشكله ان ساعات كانت بتبقى مهوله. لو انت عايز تسمع شرح تفصيلي، الفيديو مثلا او الدرس مثلا بيبقى مشروح بالمحاضرات، مثلا 3 4 محاضرات. ايه كل ده بجد؟ يعني ايه؟ ليه بتعملوا ايه بجد؟ بعدين هم بيشرحوا فعلا، بس انا بلاقي كل الكلام ده بيقولوه برده في المراجعات بالتفصيل، فانا ما كنتش فاهمه هو الوقت ده بتعملوا فيه ايه. يعني انا والله بجد كنت بسمع شرح تفصيل في اول السنه، في شهر 3 كنت بسمع مراجعات. بس انا لقيت برده الحاجات دي بتتعاد تاني، فاللي هو انا ما اعرفش ازاي. كنت بسمع مين بقى؟ كنت بسمع مستر رضا الفاروق ومستر محمد صلاح في العربي، الاثنين جامدين. وعايزه اقول لكم ان انا سمعت كذا مدرس في عربي، بس دول اكتر مدرسين انا ارتحت معاهم. كنت برتاح قوي مع مستر رضا الفاروق في النحو، وكل الفروع الثانيه كنت بحب اسمعها لمستر محمد صلاح. برده البلاغه كنت بحب اسمعها لمستر رضا الفاروق. يعني انا بلاغه ونحو كنت بسمعها من مستر رضا، لكن ادب وقصه وتعبير والكلام ده كله كنت بسمعه لمستر محمد صلاح. والاثنين تحفه، والاثنين يعتمد عليهم. طبعا اعتمد على ربنا سبحانه وتعالى، انا بدينا اهو، اعتمد على ربنا ثم نفسك ثم المدرسين. لان المدرس مهما كان هو جامد قد ايه هو وسيله ليك. ما احنا برضو لو فكرنا بالمنطق، ما المدرس ده بيكون معاه الاف. ليه في ناس بتقفل الماده وفي ناس بتشيل الماده؟ اوكي، في ناس بتشيل الماده. طب انا مش بقلقك، انا بقول لك الحقيقه. هل كده الموضوع متوقف على المدرس؟ طب ما هو نفس المدرس اللي بيشرح، نفس الواجبات اللي هو مصر بيديها، نفس كل حاجه. طب الموضوع متوقف عليه؟ الموضوع متوقف على الطالب ذات نفسه. انت هتبذل مجهود قد ايه مع نفسك عشان تحسن من نفسك في الماده دي. بالنسبه للانجليش كنت بسمع مستر انجليشاوي، انا صراحه مش فاكره اسمه، بس هي كانت قناه اسمها انجليشاوي. وكنت برضو بذاكر الانجليش اكتر ماده، يعني الانجليش والفرنش والجيولوجيا. الثلاث مواد دول انا كنت بذاكرهم مع نفسي اكتر بكتير قوي من ان انا بسمع مدرسين. يعني عايزه اقول لكم الجيولوجيا انا كنت مذاكره المنهج كله لوحدي، يعني انا خلصت المنهج وبعد كده سمعت المراجعات النهائيه اللي هي في الاخر خالص دي بتاعت جيو ماجد. يعني او ليله الامتحان مش فاكره، بس انا يعني ما سمعتش بقى شرح تفصيلي وكده، لا كان الباب تقريبا بيتشرح في ساعه وكده، وانا اصلا كنت ببقى عارفه كل حاجه بيقولها، يعني يعتبر كاني براجع كده مع حد. تمام. والفرنش نفس الموضوع برده، كنت بذاكر مع نفسي وكنت سامعه بس مراجعه ليله الامتحان بتاعه مستر محمد رفعت، موجوده على قناه اسمها هنذاكر اونلاين اعتقد يعني. تمام. طبعا فرنش دلوقتي مش مضاف، طبعا انا بتكلم كده لو في ناس مأجلين بتتفرج عليا ومقسمين. اوكي، انا قلت على الانجليش وقلت على العربي وقلت على الفرنش. نيجي بقى للمواد العلميه. بص، انا كنت علمي علوم، فالناس اللي في علم رياضه انا برده هرشح لكم 2 مدرسين كويسين جدا جدا في الرياضيات، انا كنت متابعه معاهم في ثانيه ثانوي. وعايزه اقول لكم ان انا الرياضيات كنت شاطره فيها قوي اصلا، كنت شاطره في الادبي اكتر، بس انا دخلت علم علوم. تمام، انا شفت انا بحب ايه. خلينا نمسك الاحياء، كنت متابعه مستر احمد الجوهري او دكتور احمد الجوهري ودكتور محمد ايمن، ولكن برده بشكل كبير الاحياء انا كنت بذاكرها مع نفسي، لان كنت بحس ان هي ماده ادبيه كمعلومات، ولكن وانت بتيجي تحل بقى تلاقي نفسك يعني لو راجل حلو بجد. انا كنت بقى بتعامل معاها كده. بالنسبه للفيزياء دي بقى خلاص، انا قلت لكم 100 مره ان انا كنت بسمع مستر محمود مجدي ومستر حسن ماهر. تمام، كنت متابعه المدرسين دول وكانوا يوتيوب. مستر حسن ماهر مش بينزل شرح، لكن مستر محمود مجدي كان بينزل شرح تفصيلي. مستر حسن ماهر كان بينزل مراجعات على الفصل كده، وعايز اقول لكم كنت بستفيد جدا 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 منها. تمام، وعايزه اقول لكم اقسم بالله اي مدرس انا هذكر اسمه اللي في الفيديو ده مش اعلان، انا كنت باخد معاهم في ثانويه عامه، يعني اوكي مش لسه مثلا مدرسين جداد، لا انا كنت متابعاهم. والفيزياء عايزه اقول لكم كام حاجه. بعدين انا كنت بسمع مين، علشان في ناس بتبعت لي على الكشكول اللي انا قلت لكم عليه، كشكول الفيزياء. بتقول لي مين المدرس اللي انت كنت بتسمعي معاه بيشرح باللغه العاميه؟ اولا مفيش مدرس بيشرح فيزياء باللغه العاميه. ممكن اوكي ناس قالت لي دكتور كريلس، بس عايزه اقول لكم ده المدرس الوحيد اللي انا ما جربتوش في الفيزياء. يعني انا جربت كل المدرسين الا دكتور كريلس. مش عارفه الشرح اللي بالعاميه اللي موجود في كشكول الفيزياء ده انا اللي كنت بشرحه لنفسي. انا مثلا مثلا شرح لي سؤال انا فهمته، فانا بشرحه لنفسي بالطريقه ان انا فهمته بيها في الكشكول. فهمتوا حاجه كده؟ انا كنت بعمل كده، يعني ما كنتش معتمده بقى المدرس يقول لي. اصل المدرسين بجد بحس ان هم كانوا بيتعمقوا قوي. يعني مثلا محمد عبد المعبود كان بيتعمق في المعلومه لدرجه ان انا مبقاش فاهمه. هو اوكي بيتعمق حاجه كويسه، بس انا بحس ان انا مش عارفه احل بقى. يعني ايه انا اوكي فاهمه بس قشطه بقى، ايه هنيجي نحل بس مش عارفه احل. فدي كانت مشكلتي مع مستر عبد المعبود على فكره، لكن هو كمدرس كويس جدا 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 خلقا وعلما اللهم بارك يعني. لكن انا بقول انا ما كنتش بعرف احل، فممكن اي ناس تعرف تحل عادي، ممكن تكون مشكلتي يعني. تمام، نيجي للكيمياء حبيبه قلبي. انا بحب الكيمياء جدا. كنتش بحب الكيمياء وانا في ثانويه عامه، بس حاليا بحبها. لكن انا ايامكم لما كنت زيكم لا ما كنتش بحبها عادي جدا، زي الفيزياء بالنسبه لي. كنت بسمع مين؟ هم 2 صراحه، ما كنتش بشتت نفسي، مستر عبد الجواد، مستر محمد عبد الجواد ومستر خالد صار. ولكن كنت متابعه اكتر مع مستر عبد الجواد، لاني يعتبر خدت معاه اكتر من نص المنهج، لان سمعت العضويه كامله من مستر عبد الجواد، وكنت كمان سامعه له اجزاء في الكيمياء العامه. تقريبا الباب الثاني برده كنت سامعه مستر عبد الجواد. طبعا مستر خالد صار لما كان بينزل ليالي الامتحان وكده او لايفات كنت بحضرها عادي معاه. لكن
كان طبعا الاساسي بالنسبه لي كان مستر محمد عبد الجواد، لان هو منزل المنهج كله تمام كله يعني، وحاطط كل كمان ده في بلاي ليست عندك، وكمان عامل كل باب مجمع. انا كنت بسمع فيديوهات المجمعه، ده شرح تفصيلي، بس هو بدل ما انت تروح تلف على الفيديوهات لا هو مجمع لك كله في فيديو واحد. وبالنسبه للناس تقول لي طيب والحل ايه؟ الحل ده معتمد على ايه؟ على حضرتك انت ليه بجد بتستنى المدرسين يقعدوا يحلوا معاكوا؟ وانت تحل امتى وانت في الامتحان حد يقعد يقول لك ايوه اختار دي اعمل دي؟ ما تقعد تتدرب مع نفسك. انا ما كنتش بقعد اسمع 500 ساعه مدرس بيحل، طب ما اقعد انا احل فيهم. يعني مثلا في ناس تقعد تسمع فيديوهات حل كتير قوي في الفيزياء، مش هتعرف تحل، مش هتعرف تحل برضه، انت قاعد بتشوف. انت هتطبق، انت لازم تغلط وتطبق وتتعرض لسؤال بايدك، انت تفكر وتشوف انت هتفكر فيه ازاي. وانا لما كنت بحل وبيقف قدامي سؤال كنت بشوف حله، بس هو السؤال ده واحد بس. عشان كده انا كنت بحل من الكتب الخارجيه جايه لكم فيها، جايه لكم في الموضوع. لسه الفيديو هطول مني بس ده مش بايدي. لو انتوا على تيك توك فممكن يكون في بارت 2، او ممكن انزل الفيديو كامل على اليوتيوب، بس انا مش بايدي، انا بتكلم بالتفصيل. انتوا قلتوا لي عايزين تعرف انت عملتي ايه بالتفصيل،